مصر اليوم، وهنستقبل كابتن محمد فاروق لاعب نادي الزمالك السابق، والحقيقه هو المدير الفني الحالي لفريق الرياض السعودي للشباب، وكان ايضا المدير الفني للفيحاء والعميد والنجران الانديه السعوديه. خليكم معانا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، نعود لحضراتكم مرة تانية وآخر فقراتنا الحوارية. اليوم ناقدنا الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة مصر اليوم الأستاذ محمد شرقاوي. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بيك يا كابتن خالد. منورنا ببيت الرياضة. الله يخليك. وأيضا الكابتن محمد فاروق المدير الفني لفريق الشباب لنادي الرياض السعودي. أهلا بيك يا كابتن محمد والحمد لله على سلامتك. منورنا ببيت الرياض. شكرا. اهلا بيكم طبعا. وانا مش عارفه ابدا منين. انت اخ لينا كابتن محمد واستاذ محمد، وايضا حضرتك يعني مش غريب عننا، بس يعني جاي لنا من بره في الوقت الحالي يعني، فانتوا اختاروا ابدا بمين؟ كابتن طبعا. لا استاذ محمد. طيب انا هبدا من عند حضرتك. حضرتك مدير الفني لنادي الرياض السعودي. شباب نادي الرياض. شباب نادي الرياض. حضرتك جيت مصر امتى؟ يعني اجازه دلوقتي؟ لا هي مش اجازه، مهم انا ماشي الساعه 2. ماشي الساعه يعني حضرتك بقالك قد ايه في القاهره؟ 48 ساعه. 48 ساعه. قول لي بقى الناس هناك مش في الرياضه، في السعوديه بيتكلموا عننا ازاي؟ السعوديين بيتكلموا عننا ازاي واللي بيحصل في مصر؟ هو اولا كويس ان حضرتك بدات بالموضوع ده، لان انا يعني كنت هطلب ان انا ابعت رساله للناس اللي موجوده هناك. اولا الناس هناك عايشه في رعب من اللي بيشوفوه في التلفزيونات. من الجزيره. سبحان الله، انا نزلت مصر ودي رساله مني على الهواء. انا موجود في مصر وشايف الاحداث كلها. الكام لقطه اللي بتطلع على القناه المشبوهه ديت، صدقوني الناس تعالوا مصر وشوفوا بعينيكم. مصر ما زالت امنه، واي بلد في العالم ممكن يحصل فيها شويه المشاغبات ديت حتى وهي مستقره، فما بالك في دوله شبه مش مستقره شويه. فدي رساله انا ببعتها لاصدقائي، حتى اصدقائي اللي هناك. انا كان مفترض ان ينزل معايا واحد من النادي نفسه في المهمه اللي انا نازل ليها، وبصراحه يعني قلق عشان محاكمه مرسي. فهي دي الصوره اللي الناس واخداها. المفروض ان احنا بقى نصلحها. يعني انا بكلم استاذ محمد ناشد الاعلام هنا ان احنا نصلح الصوره للناس. مصر ما زالت امانه، احنا بنمشي في الشارع وبنسهر وما فيش حاجه اتغيرت يعني. مصر هي مصر. سيبك من الكام لقطه اللي بيطلعوا على شاشات حضرتك عارفاها. فمصر هي مصر. في مهمه تعاقد او مع حد من اللاعبين ولا مهمه؟ تقريبا، بس يعني مهمه سريه. ما نجحتش يعني. والله يعني يستعينوا ببعض. في لعيبه مصريين عندك في نادي الرياض؟ للاسف لا. يعني حتى اللعيب المصري الوحيد اللي متواجد في السعوديه دلوقتي هو ابراهيم صلاح، موجود في نادي العروبه. بسم الله ما شاء الله، هو مسمع ادي اداء جيد جدا 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 جدا، يكاد يكون هو نص ملعب نادي العروبه لوحده. ولذلك هو فارق معاهم حتى على مستوى الترتيب في الدوري، وفارق معاهم على مستوى الاداء والنتائج اللي نادي العروبه محققها هناك يعني. طيب استاذ محمد، خطوه جديده الحقيقه في تاريخ مصر النهارده، والمحاكمه لمن ممكن يتخيل ان مصر يعني لعبه في ايده او انها ملك ليه ممكن يعمل فيها اللي هو عايزه. رايك ايه في النهارده؟ انا شايف ان اراده الشعب المصري النهارده انتصرت. الغالبيه العظمى من الشعب 95% اللي هم عملوا ثوره 30 يونيو ما ارهبهمش، والحكومه برضه نفس القصه، والدوله ما ارهبهمش العصابه بتاعت الاخوان والتهديدات والكلام الفارغ اللي هم عمالين يقولوه من كام يوم. لا، الدوله اثبتت ان هي دوله قويه، القانون فوق الجميع وهينفذ على الجميع. في محاكمه بيتحاكم فيها الرئيس المخلوع محمد مرسي، لو تم ادانته هيتم الحكم عليه وفقا للقانون. اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. انما مساله يعني شويه المظاهرات اللي عملوها قدام دار القضاء العالي في المعادي وقطع الدائري، ما دامش يعني فتره طويله وكانت حاجات بسيطه جدا، يعني متهيألي ان المساله بقى خلاص. يعني الناس يعني بتقول لهم احنا زهقنا من الفوضى اللي انتم عاملينها في الشوارع، عايزين نعيش حياه طبيعيه. لو انتم مش هتنسجموا مع المجتمع المصري ومع الشعب المصري والعجله هتدور، لازم يتم لفظ العصابه اللي موجوده ديت. الامن بيقوم بدور ممتاز جدا، يعني سواء الجيش في سيناء او الداخليه هنا في بقيه المحافظات بيقوموا بدور رائع، وكان الله في عونهم. مهمتهم شاقه وصعبه، ما هياش مهمه سهله، وان شاء الله ربنا هينصر الشعب المصري على العصابه اللي بترهب المصريين. اكيد. استاذ محمد، يعني اكيد تابعت فقره كابتن عزمي وتحدثنا فيها ان هناك 3 احداث مهمه جدا في مصر رياضيه قد تضع مصر ان شاء الله على خريطه الطريق مره اخرى لعوده كره القدم بشكل كبير.
هو انا ما تابعتش التفاصيل، يعني انا جيت للاسف متاخر عشان كان عندي شغل في الجورنال لغايه وقت الجورنال. طب متأخر. ايه اخر بقى الاخبار بمناسبه بقى الجورنال؟ لا كانت الامور سياسيه برضه، يعني كانت برضه كلنا متابعين الوضع النهارده، وكنا مترقبين الوضع النهارده. الجورنال كله كان فيه استنفار، حاله من الاستنفار. يمكن تقريبا 80% من قوه الجورنال كانوا شغالين وكانوا مركزين على موضوع المحاكمه وتبعات المحاكمه وكواليس المحاكمه. واحنا بكره ان شاء الله منزلين عدد متميز في التغطيه، ان شاء الله هيعجبكم لما تقروا الجورنال. ولكن بالنسبه للامور الكرويه بالتاكيد طبعا ماتش مصر وغانا اكيد يعني بيحظى باهتمام. مساله ماتش الاهلي في النهائي الافريقيا وعوده مصر. انا بس بتكلم على حته الدوري العام، يعني يمكن عايز اتكلم عليها شويه وبلوم فيها اتحاد الكوره ان هو لغايه دلوقتي اعلن 23 نوفمبر من غير ما ياخد موافقه الامن. يعني حسب الكلام اللي قرناه وسمعناه من اللي طالع من اتحاد الكوره، حسب الخريطه مستنيين لجنه الانديه تتم انتخابها قبل يعني 16. تقريبا 16 او لجنه البث، ونحدد جدول الدوري. بعد كده نقول للامن يلا يا امن وافق او ما توافقش. لا انا كنت شايف ان لازم تبتدي الاول بموافقه الامن يا كابتن خالد، وانت طبعا عضو في اتحاد الكوره، عشان احنا مش ناقصين احباط. يعني مش ناقصين نعمل كل الخطوات ديت ونوصل لدرجه ان احنا نعلن جدول الدوري العام ومين هيلاعب مين وايه وبتاع والكلام دوت، والانديه تستعد والانديه تصرف وتيجي طبعا هي تعاقدوا خلاص مع اللعيبه، فتره التعاقدات انتهت، ولكن احنا ما كناش ناقصين. يعني كنت انا افضل ان يبقى في موافقه صريحه من الامن قبل ما يتم تحديد الميعاد، عشان زي ما قلت لحضرتك ما يجيش احباط للانديه وما يبقى في احباط للجماهير. مساله مهمه طبعا ما حدش يختلف عليها بالنسبه لعوده النشاط الكروي، وبالتاكيد هيبقى بدون جمهور، ولكن انا اشك في موافقه الامن على اقامه الدوري في 23 نوفمبر، مش لاسباب سياسيه ولكن اسباب خاصه بالالتراس والطار اللي موجود دلوقتي بين التراس اهلاوي تحديدا وبين الشرطه ومحاكمه ال 25 واحد بتوع الالتراس واللي اترفض استئنافهم اكتر من مره وهم دلوقتي متقدمين للمحاكمه. اعتقد ان في ظل الاجواء ديت صعب ان الشرطه توافق على عوده النشاط الكروي مره ثانيه، خصوصا لو انتوا اعلنتوا ان هو بدون جمهور. يعني شوف مثلا ماتش الزمالك ووادي دجله في الكاس، من المفترض ان المباراه كانت تتلعب بدون جمهور، ولكن الوايت نايتس اعلن احنا هنحضر المباراه. فمتهيألي لو انا حطيت نفسي مكان الامن مش هنحط نفسنا في مشاكل او صدامات دلوقتي احنا في غنى عنها، وخصوصا ان الشرطه عندها مواجهه صعبه مع الارهاب ومع الشغب اللي بيحصل في الشارع المصري من جماعه الاخوان. ما يتهيأليش ان يحصل فيه موافقات في الوقت الحالي. من وجهه نظري ان يعني لو هناك يمكن عده خطوات او اجراءات، منها قانون الشغب الملاعب اللي هيصدر خلال الايام القليله القادمه، يمكن كابتن طارق أبو زيد خلاص بيضع الرتوش الاخيره ليه. اعتقد ده هيفرق كتير جدا في الالتراس. كان برضو يمكن عدم وجود موافقات زي ما انت بتقول من جانب الامن، كان برضو النهارده كان يوم الكل منتظر زي ما انت بتقول، كان عندكم حاله تاهب في الجريده، كان كل برضو الامن كان في حاله استنفار ليوم محاكمه الدكتور محمد مرسي. اعتقد بعد ما هتعدي الايام دي هيبقى هناك تقبل من الكل، وخاصه ان مشكله الالتراس مع الشرطه يعني اعتقد ان هي لسه قدامنا فيها فتره. ده انت عندك الالتراس مع الشرطه، وعندك الالتراس الاهلي مع الالتراس المصري، وعندك الالتراس الروابط المشجعين في معظم الانديه لسه برضو بعض العلاقات. مش لو استنينا الالتراس مش هنرجع الدوري ممتاز ولا لا، بس انا كنت شايف ان اتحاد الكوره من البدايه يخطو الخطوه بتاعه الموافقه الامنيه. ما هو مش هيديك يعني موافقه لما يعدي النهارده، يعني تفتكر انتوا مستنيين الموافقه يا كابتن بعد ما تعلنوا الجدول الدوري العام، وبعدين حكايه قانون شغب الملاعب، ما في قانون دلوقتي موجود وقانون بيجرم كل شيء. انت عندك اصلا بصفه عامه انت عندك قانون طوارئ، وقانون طوارئ ما بيتطبقش. القصه مش في قانون شغب او مش قانون شغب، القصه في تطبيق القانون. يعني انت لو طبقت اصلا القانون الحالي انت مش محتاج قانون شغب ملاعب، انت بس تطبق القانون بحزم. واحنا كلنا اتكلمنا في المساله دي كتير يا كابتن خالد. انا بتكلم في جزئيه احنا مش عايزين يعني نوصل لاعلى درجه من الطموح ان احنا الدوري خلاص راجع يوم 23 بشكل قاطع وبشكل نهائي، وفي الاخر نيجي نقول لا الامن ما يوافقش ونرجع تاني الامور. طب هنعمل ايه؟ انا شايف ان اتحاد الكوره يعني جانبه الصواب بالنسبه لتاكيد ان الدوري هيرجع يوم 23 وان ياخد الخطوات قبل ما يعمل موافقه الامن الاول. تفائل
ان شاء الله تفائل عشان الناس بدات تبعت تقول لي تفائلي، فبقيت انا المتشائمه في الحلقه، فمش هبقى انا وانت يعني. كابتن محمد، عايز اسال حضرتك انه يعني حضرتك ماسك فريق الشباب، بحس ان الشباب والناشئين ده يعني وضع البذره عشان تساعد الفريق الاول. ايه اللي مختلف في الرياضه السعوديه في كره القدم السعوديه في فرق الشباب والناشئين عن مصر؟ والله هي مبدئيا مساله الامكانيات، الامكانيات الماديه نمره واحد، امكانيات الملاعب. دي تقدري تقولي هي اكثر حاجه ظاهره في الاختلاف بين الشباب والناشئين في مصر والسعوديه. لكن كمسابقات، المسابقات بالامانه في مصر اقوى من السعوديه على المستوى الفني، على المستوى التنظيمي. لكن كفروقات لاعبين اعتقد ان عندنا في مصر اقوى شويه يعني. انا بحب اتفرج على الجمهور السعودي قوي الحقيقه، هو بيشجع، هو ما فيهوش بنات خالص، بس يعني هايلين بصراحه، هم بيشجعوا في دوري. لا وراقيين بالامانه، هم راقيين. دوري عبد اللطيف جميل. لا عبد اللطيف جميل قصدي، عشان هو يزعل كده. عبد اللطيف جميل. بقعد اتفرج في بعض الاحيان كده، فبيعجبني شكل الجماهير قوي. لا وحتى المدرج ما تسمعيش فيه لفظ يجرح. دايما كلام الاستاذ خالد، يعني اتحاد الكره عندهم صارم جدا، مفيش حد بيعدي. يعني يمكن كان عندنا مانويل جوزيه، خدوا مثل، اشتغل في مصر، شوف الاحداث اللي كان بيعملها هنا في مصر والشكاوي الكتير، ولما راح السعوديه ما استحملش. يعني كان في فريق الشباب؟ لا كان في الاتحاد السعودي. في الاتحاد. ان الناس هناك سيف بامانه. النظام اعتقد برضو من 4-5 سنين لما كنت في السعوديه كان برضو لعيب كيتا وتم ترحيله. مش من الملعب على المطار، من الملعب على المطار، عشان عمل حركه مش مظبوطه من الملعب على المطار على طول. عشان كده كل واحد هناك عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. ما تسمعيش لفظ يجرحك كمشاهده في التلفزيون. يعني ممكن الست تتفرج، البنت تتفرج، الصغير الكبير، ما فيش اذى للمشاعر هناك يعني. خلاص خلصوا موضوع انه ممكن يبقى في اسر في المدرجات، ولا لسه برضه في ناس بتحرمها وفي ناس بتقول اوكي لسه داخلين؟ لسه لا، هو الحدث الاهم عندهم دلوقتي هي قياده السيارات بالنسبه للمراه يعني. هي ده الحدث الاهم عندهم دلوقتي ما هم متوسمين في الملك، البنات هناك متوسمين في الملك انه هيسيبهم يسيبوا. لا اشك في كده يعني. كانوا المفروض فرحانين بكده. طيب معلش هرجع لك تاني يا استاذ محمد، بس انا عايز اعرف في السعوديه كانوا بيقولوا ايه على ماتش المنتخب في غانا، واكيد تابعوه. هو بصراحه كان صدمه. وحضرتك تحديدا لما شفته قلت ايه على منتخب مصر؟ بصراحه هو ماتش ما اعتقدش انه يتكرر تاني يعني. لكن انا كتحليل ليه كراجل فني، ان الطموح بتاعنا كان اعلى من مستوى العمل، وبالذات العمل النفسي مش العمل الفني. يعني العمل النفسي نمره واحد كابتن خالد، والعمل الفني يجي وراه. وعايز اقول برضو حاجه كده ننبه عليها، وان شاء الله هي مش نظره شؤميه ولا حاجه. مصر ما صعدتش كاس عالم غير بمدرب مصري. على مستوى التاهيل النفسي للاعب المصري حاجه مهمه جدا. ويمكن في الفقره اللي فاتت انتوا بتتكلموا مع كابتن عزمي مجاهد، تعرضتوا لمباراه الاهلي. مباراه الاهلي هم فعلا نفس اللعيبه، اتغير التيشيرت بس. لكن انا بصراحه احترمت محمد يوسف، احترمت لعيبه الاهلي كلهم. كان في 11 راجل في الملعب، صح. كان في طريقه تنظيميه. ارجع لمباراه الاهلي، كثره عدديه في كل الملعب، في كل الملعب. ما عملش مساحات بالنسبه للاعب اورلاندو، كان مقفل الملعب كويس. النتيجه بتاعت ربنا والتوفيق بتاع ربنا، لكن الناس اشتغلوا صح. احنا رحنا مباراه غانا، ما اعرفش، يمكن بفكرني انا كنت ضيف عندكم هنا في صباح الرياضه قبل مباراه الجزائر الثانيه. بعد مباراه الجزائر الاولى كابتن خالد، لما كسبنا هنا خلاص وصلنا كاس عالم. الناس كلها خلاص اهلت نفسها ان هي وصلت كاس عالم. الثانيه اللي هي كانت في السودان، الثانيه اللي كانت في السودان. احنا بعد المباراه اللي كسبناها هنا واحنا رايحين السودان كاننا رايحين تاديه واجب وخلاص، ان احنا كسبنا الجزائر وتاهلنا. مباراه غانا اول ما طلعت القرعه كان في تفاؤل غريب، وما اعرفش احنا بنيناه على اساس ايه. مع ان انت لو بصيت لكل المنتخبات اللي بتلعب هتلاقي ان يمكن اقوى المنتخبات هو منتخب غانا اللي وقع في قرعتنا. احنا كنا جايبين التفاؤل ده كله منين؟ ورغم كده ما اشتغلناش على غانا زي ما هم اشتغلوا علينا. واخشى ما اخشى في المباراه اللي جايه، وده مش تشاؤم، دي رساله انا بوجهها للناس المهتمه بالاحداث الرياضيه وبالمباراه. اخشى ما اخشى ان احنا نفتح الملعب قوي ونقول عايزين نعوض الهزيمه ونطلع بنتيجه للاسف ما ترضيش اي حد. ده اسوأ من الاولانيه. انا بقولها على الهوا هو تاخدوها عليا. انا هاخد من كلام حضرتك وهروح للاستاذ محمد، ان من ضمن الاداء القوي للنادي الاهلي ان الاهلي او كابتن محمد يوسف تعامل مع المباراه ان هناك فارق سرعات بين لاعبي الاهلي واورلاند، ان اللياقه البدنيه قد تكون للاعبي اورلاند اكثر من اللياقه البدنيه للاعبي النادي الاهلي. وظف احمد فتحي في مكان رائع جدا كمحور ارتكاز بجوار يمكن حسام عاشور في وسط الملعب، ولعب بشريف عبد الفضيل ناحيه اليمين. عمل اكثر من تبديل داخل الملعب يناسب قدرات فريقه ويناسب قدرات المنافس
هو ده اللي خلى النادي الاهلي يتفوق بهدف محمد ابو تريكه ويتعادل الاردن في اللحظات الاخيره؟ بص يا كابتن، مبدئيا انا هتفق معاك ان محمد يوسف كان نجم المباراه بكل الكلام طبعا. اللي حضرتك قلته طبعا. ولكن مش عايزين نعمل مقارنه بين اورلاندو وبين غانا. في فرق كبير جدا بين اورلاندو وبين غانا. صحيح الاهلي هو المنتخب والمنتخب هو الاهلي، ولكن المنافس مختلف. اورلاندو في المباراه رغم برضو تاكيدي على ان محمد يوسف تفوق على نفسه وعمل تشكيل وعمل ورص اللعيبه في الملعب بشكل ممتاز جدا وبشكل واقعي جدا احتراما لقدرات وقدرات المنافس، ولكن اورلاندو لو كان عنده راس حربه بيخلص كان زمانه كسب الاهلي 2 أو 3. كلنا شفنا المباراه، الاهلي متحاصر في نص ملعبه، بيلعب على هجمه مرتده يمكن نادرا ما كان بيوصل بشكل خطر لمرمى فريق اورلاندو. اورلاندو بينقل الكره كويس، عنده سرعات، عنده لياقه بدنيه وعندهم مهارات، ولكن ناقصهم حته التهديف في الصندوق. فاذا مش عايزين نقارن او نظلم، يعني نقارن بين مصر وبين النادي الاهلي، لان في فرق كبير جدا وشتان بين مستوى فريق غانا، نجوم كبار، ناس بتلعب في الدوري الايطالي والدوري الانجليزي ودوريات اكبر دوريات في اوروبا، وفريق محليين في جنوب افريقيا هو فريق اورلاندو. فاذا المساله ما فيش فيها وجه مقارنه. بالنسبه لماتش مصر وغانا، الطبيعي زي ما الكابتن محمد قال ان احنا ما نكسبش غانا، والطبيعي ان احنا في الظروف اللي احنا فيها يعني من سنين، بلد ما فيش فيها دوري بقاله سنتين تقريبا، وبلد فيها اضطرابات سياسيه، مستنيين توصل كاس العالم ازاي؟ احنا اوهمنا نفسنا للاسف الشديد، والاعلام وانا جزء من منظومه الاعلام، اوهمنا الجماهير ان احنا قادرين على التاهل لكاس العالم وعندنا القدره، خلاص فاضل خطوه مش عارف، ونسينا ان احنا بنقابل منتخب غانا. واللي زودها كمان استاذ محمد بدون اقطع كلامك وهسكت، برادلي، تصريحات برادلي زودت التفاؤل والحلم لدى الشعب المصري ولدى الاعلام بنسبه كبيره جدا. طب عايز اللي يزودها اكتر؟ اتحاد الكوره. ليه؟ ايوه لا عادي صح. جاي له النهارده. لا والله لا هي يعني احنا بنتكلم ان الحدث الاهم هو ماتش مصر وغانا والنادي الاهلي، فهو ده بالصدفه ان بنتكلم على لا صح. فالقصه وما فيها ان كلنا يعني في ناس بتطبل لبرادلي وبتقول العلامه الكامله وكسبنا زيمبابوي وكسبنا موزمبيق وكسبنا مش عارف ايه، يطلع اي حد يتكلم يا جماعه ده في اخطاء، احنا خط دفاعنا مفتوح، احنا ما عندناش قلب دفاع، احنا ما عندناش راس حربه كويس، احنا عندنا الفريق ما فيش فيه ثبات في التشكيل. كلنا كنا بنقول الكلام ده، او بعض الناس كانت بتقول الكلام دوت. مين اللي كان المفروض يتكلم بشكل رسمي؟ اللجنه الفنيه في اتحاد الكوره. ما بتكلمش على مجلس اداره اتحاد الكوره، سمع انا بتكلم ان المفروض في لجنه فنيه بتراجع الراجل في الامور ديت. يا كابتن برادلي انت صحيح كسبت وجبت لنا مش عارف 16 ولا مش عارف 100 بونت في التصفيات الاولانيه، ولكن احنا عندنا الدفاع مفتوح، عندنا في مشكله في خط الوسط ما بتحلش. ليه ما انتش مثبت التشكيل؟ لو في لجنه فنيه قويه في الاتحاد بتقوم بدورها في اتحاد الكره يا كابتن خالد، ما كناش وصلنا لان انا عارف ان مجلس الاداره ما بيتدخلش في الامور الفنيه، ولكن انت عامل لجنه فنيه ليه؟ من ضمن وظيفتها انها بتتكلم مع المدير الفني في للمنتخبات بالنسبه للامور دي كلها، يراجع نفسه. ولكن احنا سيبنا الاخطاء دي كلها في التصفيات واجهنا غانا كان احنا فريق متكامل وكان احنا ما عندناش اي اخطاء سلبيه. بالاضافه برضه اتحاد الكره ما وفرش، مش عايزين برضه برادلي ما كانش موجود برضه في المباراه بتاعه غانا، يعني الراجل ده ما احنا رحنا من غير مدير فني، يعني رحنا غانا من غير مدير فني، ولكن اتحاد الكوره برضه دوره ايه بالنسبه لتوفير مباريات وديه للمنتخب. اذا كانت الظروف الامنيه ما تسمحش ان احنا نستضيف مباريات قويه هنا في مصر، طب ما نلعب بره، ده دور اتحاد الكوره. فالخطا خطا مشترك من الاعلام اللي صور للناس ان احنا تاهلنا خلاص لكاس العالم وان فاضل خطوه لكاس العالم، من اتحاد الكوره اللي ما وفرش كل الامكانيات لبرادلي وما سالش برادلي على الاخطاء بتاعته، وطبعا الجهاز الفني وطبعا اللعيبه. الخطا مشترك من الجميع وما فيش حد من المسؤوليه كده. بمناسبه الاعلام، في حد مش عارف كان نزل ساعتها خبر كده ان احنا كعبنا عالي على غانا بأمارة ايه؟ بأمارة الماتشات. طب شوف الفريق اللي احنا كنا، الفرقه اللي يعني منتخب غانا اللي احنا كنا بنلعب معاه ده وكان كعبنا عالي عليه، وشوف الموجود دلوقتي وبعدين نتكلم. يعني انا قعدت يوميها اقول بأمارة ايه كعبنا عالي على غانا؟ يعني ما هم دول اللي كسبوا كاس العالم في مصر في 2009، وبعد كده كسبناهم بالعافيه في المره الوحيده اللي راح فيها جده في 2010 هي اللي جبنا منها الجول وخدنا البطوله. هو الطبيعي ان احنا نتغلب من غانا في يعني عشان الفروق الفنيه دي، والكابتن محمد اكيد عارف ومحلل مستوى كل فريق بشكل كويس، نتغلب 2 أو 3، ده الطبيعي. طريقه اللعبه كده. انما غير الطبيعي ان احنا نتغلب 6.
نتغلب 6 ده معناه ان في بقى لا تعالى انت برادلي انت كنت واقف بتتفرج زيك زينا ولا ايه بالظبط؟ انت كنت بتعمل ايه اللعيبه دي ازاي عملت كده. انما الطبيعي فعلا لان في فرق بين غانا وبين غانا هتروح تنافس على كاس العالم مثلا، احنا بالمستوى ده مستحيل اصلا نتاهل للدور الثاني لكاس العالم. طيب انا كابتن محمد فاروق بقى نروح يعني هناخد برضو من كلامه، ويمكن زميلنا وليد بيقول وائل جمعه اللي انا عرفته يعني من هناك ان هو قال لبرادلي بعد الهدف الثالث نقفل ونقفل ونحافظ على ده. برادلي قال لك لا كمل. لو كان خرج 3-1 ويمكن معظم الاستوديوهات التحليليه واكيد كل الناس اتفرجت ان هو لو كان قفل حتى مع بدايه الشوط الثاني كانت النتيجه هتطلع اخف من كده بكتير يا كابتن محمد، صح؟ بص يا كابتن خالد، انا من 3 سنين كنت ماسك فريق الاولمبي النادي نجران. فريق الاولمبي النادي نجران بالنسبه للدوري الممتاز السعودي فريق مرموق، ما يعملش انجاز يعني، ما يعملش حاجه. وطلعت في السنه ديت محقق المركز الرابع، كسبت الهلال، النصر، الاتحاد، الاهلي، كسبت اكبر فرق هناك. وكان بدون ذكر اسماء كان رئيس النادي بالتحديد بيلومني ان انا بلعب بليبرو. في ناس على قناعات ان هي زي موديل السيارات 2013 2014 لازم اجيب نفس انا قلت كده، قلت بشعر ان المديرين الفنيين بيتكسفوا مثلا يلعبوا طريقه العب بليبرو يعني. كان الراجل بيقابلني انا بلعب على قد القماشه اللي عندي، انا راجل بفصل توب وجايبه لي قماشه قد كده، هفصل على قد اللي انت اللي عندي. لكن خلاص عشان الدنيا كلها بتلعب باربعه ورا، لازم العب باربعه ورا. الخصم قدامي عنده سرعات، ما ينفعش افتح الملعب قدامه، ما ينفعش العب من غير ليبرو، على الاقل الم الدنيا دي كلها. انا من اول المباراه يا كابتن خالد وانت حاسس ان اللعيبه مخطوفه. المقارنه الفنيه بيننا وبينهم عشان طريقه اللعب، مش عشان الفروقات الفرديه، عشان طريقه اللعب ضيعتنا احنا كنا ممكن نطلع باكثر من 6. ده هي ستر من عند ربنا الحمد لله. ده هم اللي وقفوا في اخر ثلث ساعه يعني، هم خلاص جابوا الخامس واكتفهم خلاص حسوا انه صعدوا. لو عايزين يجيبوا اكتر كانوا جابوا، يعني جابوا السادس كده وخلاص. كنا نتضرع بقى في الاخر ان يا رب يوصل لحد كده. فخلاص انت احنا بنتكلم في ايه يا راجل؟ انت حسيت ان انت مش في يومك حتى، يعني هنقول ان انت راجل كويس وطريقه اللعب دي انت على قناعه بيها، حسيت ان لعيبتك مش في يومها، اقفل الملعب خلاص واطلع باقل نتيجه وتعالى هنا عقبال ما تيجي مصر تكون استعديت كويس ويكون عندك امل. مش معنى كده يعني الناس بيقول لك فعلا كره القدم ما فيهاش مستحيل وممكن تكسب 5، بس تكسب مين 5 يعني؟ خلينا واقعيين، نكسب مين 5؟ وبعدين برضو ارجع واكرر تاني يا استاذ خالد كابتن خالد وخليك واخد بالك حذاري ان احنا نفتح الملعب معاهم هنا ونكون طماعين زياده عن اللزوم، وعايز تعوض ال5 لازم يكون في حكمه في مباراه العوده وما نتهورش عشان دي سمعه مصر. تفتكر هيلعب بليبرو؟ ان ما لعبش بليبرو هو اللي هيندم اكتر من كده، هو كده كده هيركب الطياره. لا ما هو من ناحيه راكب الطياره يعني هو كده كده هيركب الطياره. ما هو كده راكبها. لا ما هو بس في فرق بين راكبها وناس تدعي عليه بين راكبها حتى يعني عامل جزء من اللي عليه يعني. والله يا كابتن خالد لو الراجل ده بيحافظ على سمعته لازم يلعب بليبرو الماتش ده. استحاله تواجه السرعات دي يا كابتن خالد. العقل يقولوا العقل زينه يعني، لو استحاله تواجه السرعات دي، ده طيارات. انت مدير فني يا كابتن محمد، مع عوده عصام الحضري، احمد حسن، اختيار بعض اللاعبين من مسابقه كاس مصر، ولا الاستقرار على ما تم الاستقرار عليه في السابق؟ لا الاستقرار على ما تم الاستقرار عليه. صعب قوي ان انت تغير او تلعب في الفرقه دلوقتي. انا عايز تقول حاجه؟ عايز اقول حاجه. اتفضل يا كابتن براحتك. هي لا طبعا انا بقى لكن ان انت تلعب في التشكيل او في الفرقه في الوقت الحالي وتضم ناس، مع احترامي للاسامي الكبيره ديت طبعا كلهم كباتن كبار وكلهم ناس ادوا وادوا لمصر، لكن التوقيت اعتقد من وجهه نظري ان التوقيت خاطئ ان انت ترجعهم وتشيلهم الليله. معلش يعني لما ترجع عصام وترجع احمد وتدخلهم في وسط المجموعه ولا قدر الله يحصل عندك نتيجه عكسيه او شيء، انت مش هيشيل اكتر من 6 بقى. لا انت مجرد ان انت تنهزم هنا يا كابتن خالد لا قدر الله، مجرد ان انت تنهزم هنا او تتعادل دي برضه يعني بالنسبه لك كارثه، تبقى مغلوب هناك 6. انت املك ان انت بس تحسن الصوره على الاقل تكسب 1 ونقول فرق الاهداف هو اللي صعدهم، احنا كسبنا وهم كسبوا. لكن انت عايز كمان تيجي هنا مصر وتنهزم، اعتقد انها هتبقى مشكله يعني. طيب استاذ محمد، هو انا بس بالنسبه لعصام وبالنسبه لاحمد حسن مش هتكلم في حكايه الكره والحب والخلافات والكلام دوت، ولكن هتكلم في ناحيه فنيه. احمد حسن يعني مثلا ازاي انضم لمنتخب مصر بقى له قد ايه ما بيلعبش كوره مع الزمالك، او بقى له قد ايه ما بيتدربش مع الزمالك، بقى له كذا شهر. يعني ازاي واحد بقى له 3 شهور او 4 شهور يعني من ساعه ما الزمالك خرج من دوري ابطال افريقيا، ازاي تطالب ان هو يخش منتخب مصر؟ يعني حتى كاس مصر هو مستبعد في اخر ماتشين، قدام الماتش بتاع طنطا ما لعبوش والماتش بتاع الجيش في قبل النهائي ما لعبوا. يعني ماتشات كاس مصر احمد حسن لم يشارك فيها، فهو مش جاهز فنيا. انا هقف عند الحته دي لسه دفاعا عنه. اتفضل.
لا انا هجيب لك مقارنه. طب احمد الشناوي ومحمد صبحي ما لعبوش بقالهم سنه ونص. ممكن اقول لك ان ده عشان حراسه المرمى، ان النادي الوحيد اللي بيلعب. حسني عبد ربه كان عنده رباط صليبي. لا ما انا فاهم. حسني كان عنده رباط صليبي. احمد الشناوي نفسه كان نازل وهو كان وزنه زياده. ايوه ده حسني عبد ربه 2 رباط صليبي. خد مع النصر ما هو ما لعبش. ايوه بس خدوا يا كابتن. بس احمد حسن لعبوا ماتش الودي. احمد حسن بقى له 3 شهور ما بيلعبش مع الزمالك، ازاي عايز تجيبه مع المنتخب؟ شريف اكرامي هو الحارس الاساسي للنادي الاهلي وفي اعلى فورمه فنيه دلوقتي مع النادي الاهلي، وكان على فكره نجم في ماتش مصر وغانا، والاربع تجوان اللي جم فيه ما اعتقدش ان حد حمله فيهم المسؤوليه. ازاي عايز شريف بعد كل ده وبعد ما يعني شالك في ماتش غانا بعيد عن الاربع تجوان اللي جم فيه وهو مش مسؤول عنهم، عايز تستبعد شريف اكرامي بكل السهوله دي؟ بالنسبه لحراسه المرمى كابتن شريف، قول لي على حارس مرمى في مصر، قول لي على حارس مرمى في مصر. مش معنى ان انا ضم احمد حسن ان هو يلعب، مش معنى ضم عصام الحضري ان هو يلعب. عبد الواحد في فرق كبير جدا. عبد الواحد اتظلم يا كابتن خالد. يعني فاهم في فرق كبير بين ان انا ضم. انت بتقصد ان انت تستفاد بيه جوه المعسكر يعني كقائد طبعًا. كاحمد حسن كقائد. هل القصه لو على القياده ما في وائل جمعه موجود، في محمد ابو تريكه موجود، في مليون قائد، وفي زي ما كابتن محمد بيقول في ناس شايفه ان عبد الواحد السيد يعني اتصلح. ما دي رؤى فنيه، دي رؤى فنيه في النهايه، دي امور بالنسبه المدير الفني هو اللي بيتحمل مسؤوليتها. احنا دلوقتي بنلوم برادلي ليه يا كابتن خالد؟ احنا بنلوم برادلي لان هو المسؤول الاول عن المنتخب، مسؤول عن اختيارات اللاعبين، مسؤول عن خطه المباراه، مسؤول عن تجهيز اللاعبين بشكل معين سواء بدنيا او نفسيا. يعني مثلا حازم امام قدامنا على الشاشه، حازم امام من اللاعبين مثلا اللي متالق في كاس مصر دلوقتي وكان متالق مع المنتخب في التدريبات، تفتكر ان ممكن ما يعتمدش عليه في المرحله القادمه، او انت مع ان هو ما يعتمدش عليه في الفتره القادمه؟ مش انا اللي احط التشكيله يا كابتن خالد. لا ما انا عارف. لا ده لا من وجهه نظرك. لا انا شايف ان حازم امام مستواه مع الزمالك في بطوله كاس مصر تاهله دلوقتي ان هو يلعب المباراه الجايه قدام غانا. ليه؟ لانه شارك مع نادي الزمالك. ولكن ازاي انا اجيب لعيب ما بيتدربش مع فرقته واقول ان هو عن اللياقه البدنيه بتاعت لعيبه غانا، وبنتكلم ان هم نجوم في فرقهم في اوروبا، فازاي اجيب واحد مش جاهز؟ هظلم احمد حسن بالشكل ده؟ يعني اذا كان هو يعني احمد حسن عليه ان هو يلعب مع فريقه الاول عشان بعد كده نطالب نقول شوف زي ما انت كده كابتن خالد بتقول على حازم امام، مستند ان حازم امام متالق مع الزمالك في كاس مصر، فبالتالي انت عندك وجهه نظر موضوعيه ما حدش يقدر ان هو يتكلم عليها. ولكن انا لما اقول ان احمد حسن قاعد ما بيتدربش ويجي ينضم لمنتخب مصر، طب ليه؟ اشمعنى؟ خصوصا ان في مركزه اكتر من لعيب بيلعب. طيب رايك بالنسبه لعصام الحضري هيبقى يعني لو تم انضمامه هيبقى زي ما كابتن محمد كده قال لك هيشيل الليله يعني هيبقى بيظلموا انه بيجيبوا دلوقتي عشان يشيلوا الليله؟ لا وعصام الحضري وكلنا عارفين مش هيرجع للمنتخب. يعني متهيألي ان النفوس انا مستغربه ما مانويل جوزيه كان بيسب ويلعب في عصام الحضري قد كده، ومع ذلك كل مباراه كنت تلاقي مانويل جوزيه يعني ذكي، ما كانش بيحب عصام الحضري وكان بيقول عليه كلام يعني مشاكل ولكن هو كان محتاجه. وكان بالعكس ده كان بيستعمل ده مخلي الامور زياده حافز عصام. بالظبط. ده جاب له نادر يا كابتن. هو كان كل ما يلاقيه هيهبط شويه عشان يرفع هو قاعد لك اهو يعني يرفع من مستواه. لا ده ذكاء مدرب. طب انا عايز اسال حضرتك انه في بعض المباريات اللي بيبقى المهم الاداء اكتر من النتيجه، وفي مباريات ثانيه بيبقى المهم النتيجه اكتر من الاداء. المباراه اللي جايه دي نهتم بايه الحقيقه؟ عشان مش عارفه حضرتك انا عمري ما كان في مباراه الاداء اهم من النتيجه. والله اللي جاي ده اهم من النتيجه. لا انا يهمني في الثلاث نقاط. انا الاداء بالنسبه لي بقى اهم من النتيجه بصراحه. مش هعرف اعوضها اصلا. الكره النهارده بامانه يعني على مستوى العالم بقت قلب وروح ورجوله داخل الملعب. فقدت الثلاث عناصر ديت، فقدت لعبه كره القدم. لو جبت 11 خطيب داخل الملعب ومفيش قلب وروح مش هتكسبه. النادي الاهلي نرجع لمباراته تاني، كان فيه 11 راجل في الملعب، الناس كلها بتتحرك من غير كوره، الناس كلها مقفله المساحات. في بعض الناس قالوا ازاي النادي الاهلي مضغوط، ما هو مش مضغوط، ده مضغوط تكتيكيا يا كابتن. يعني الراجل فاتح مساحات في ظهر ملعب اورلاندو، حتى لو وصل قليل لكن وصل واحرز وضيع يمكن كوره او كورتين وكان مقفل مساحات. يعني انا مختلف مع كابتن محمد، حتى فريق اورلاندو استحوذ واتحرك لكن ما كانش سهل يوصل. ما كانش سهل يوصل. وبعدين انت بتلعب قدام جمهور، تلعب نهائي افريقيا، فطبيعي الناس ديت يعني متربصه للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان على قد مستوى المسؤوليه. مباراه مصر لو فتحنا الملعب تاني وفضل نكررها هنشيل كتير. طيب يعني مهم هو اداء اهو.
يعني مهم الاداء في المباراه ما هو اللي يعني. بيجيب انا لك مش نتيجة. حاسه خالص ان في نتيجه تتعوض. انا حاسه ان احنا هنيجي قبل المباراه دي وتلاقي كل الناس اللي عندها ضغط وسكر قاعده جنبيها لا العلاج بص قد كده. بس هقول لك، بس انت المباراه دي مش مطالبه باداء، خليكي واقعيه، انت انا مطالبه نفسي بنتيجه. لا انا نفسي اداء بصراحه عشان احس ان هو ده منتخب مصر. لا حاسة انا إن نفسي إحنا في نتيجه الماتش ده يعني بالتحديد. هم مسحوا الثلاث بطولات اللي اتاخدت لا قبل كده. الماتش ده بالتحديد، لا انا اختلف معاكي بقى. الماتش ده بالتحديد مش عايز اداء خالص، بس عايز اطلع على الاقل غالب 1-0 2-0 ارجع سمعتي كمصر. مش عايز اخد حاجه، انا منتخب أكسب مصر. 5 وما النتيجه لعبش مش حتى. هتعوض. معلش ما عمرك ما تعوضنيش. هتكسب 5. لا، ممكن. فانا بقيت مهتمه بالنتيجه لاني لا، عارفه ممكن. بالاداء، طب لاني أنا هقول لك عارفه ان أنا على النتيجه دي حاجة. عمرها ما امبارح تتحقق. اورلاند ادى اداء جيد مع النادي الاهلي، ادى اداء جيد بالنسبه له كاداء ووصل لكن النتيجه في الاخر ايه؟ 1-1 1-1. كان النادي الاهلي فاهم كسب. قصدي؟ اداء اورلاند كان كويس. وهل انا يعني لو انا خسرت بهزيمه قليله ولا انا تعادلت هبقى انا كده مبسوطه؟ في المباراه دي بس. لا انا عندي الاداء اهم دلوقتي. المباراة دي بس. ارد اعتبار شكل منتخب مصر اهم دلوقتي. يعني تعملي اداء وتتغلبي؟ ما هو كده هنتغلب. ليه كده؟ لا كده بقى احنا نختلف مع بعض. لا انا شايفه ان يبقى انا بعت لك الرساله فعلا هو صح. متشائمه قوي. لا كده يا استاذ محمد زود لي تشاؤم. لا انا مش متشائم لدرجه ان قلت ان احنا هنتغلب، ولكن انا اتمنى ان احنا نكسب 1 زي ما الكابتن بيقول. رد الاعتبار مش يعني انسى بقى ان احنا نوصل كاس العالم، يعني خلاص خلينا بقى، ده على خلاص جنب. يعني لحقنا راح حته خلاص. الكابتن خالد بيقول 5، يعني مش عايزين نعشم الناس تاني لا ان طبعا. احنا في امل او الكلام ده، ولكن احنا نلعب على المكسب 1-2 يعني زي ما تيجي، ولو 1-0 يعني انا متهيألي ان 1-0 حتى هترد اعتبار صح. جزء للكره المصريه. بالنسبه لسمعه الكره المصريه مش هي دي اللي هتبوظها، هي سمعه الكره المصريه باظت لما خرجنا من تصفيات، يعني دورتين ورا بعض في تصفيات افريقيا، واحنا كنا حاملين اللقب قبلها في البتاع. يعني مش هي دي اللي هتيجي تجيب البتاع ده. ولكن انا عايز اقيم بقى برادلي. بالنسبه للناس اللي كانوا بيقيموا برادلي كده خد بيج زيرو، لانه كان المفروض داخل فيه يعني اتعاقد مع الاثنين اتعاقد مع اتحاد الكوره عشان حاجتين: التاهل لامم افريقيا فشل وخرجنا والحمد لله، وتصفيات كاس العالم، وبرضه اعتقد ان احنا في طريقنا للفشل. طيب انا عايز اسالك على كواليس لجنه الانديه والصراع الدائر ما بين لجنه الانديه وانسحاب وبعض الانباء حول انسحاب الكابتن حسن حمدي، وبعض يمكن الرسائل الخاصه بين مبعوث لنا ان لازم الكابتن حسن حمدي ينسحب، وخاصه بعد اللي حصل في الانتخابات. ايه اللي وصلك في خصوص هذا الموضوع، وشايف ان الانتخابات يوم 16 هتسفر عن ايه في لجنه الانديه؟ هو الدنيا كلها شايفه انه حسب المعلومات ان حسن حمدي لو نزل يعني يرشح نفسه على رئاسه اللجنه بالتاكيد هيخسر، لان في تربطات ضده من عدد من الانديه. حسن حمدي نفسه ممكن ما يكملش. هي النقطه الخلافيه ان بمعنى ممكن يعني طاهر ابو زيد بشكل جد بيفكر حاليا ان هو يحل مجلس اداره النادي الاهلي، مستني انتهاء البطوله الافريقيه عشان يحل مجلس اداره النادي، وهيعين مجلس اداره لمده سنه لغايه ما تتعمل انتخابات بعد كده واعداد لائحه والكلام ده كله. فبالتالي يعني خلاص ما فيش انتخابات العام الجاي، غالبا ما فيش انتخابات من يناير لمارس، غالبا انتخابات في 2015 ان شاء الله. يعني غالبا هتتمد لكل اللجان اللي اتعينت سنه كمان. هي النقطه الخلافيه ان لو حسن حمدي اتحل يعني ما عادش رئيس للنادي الاهلي، هل يبقى رئيس للجنه الانديه ولا ما يبقاش رئيس للجنه الانديه؟ هو حسن حمدي في تصوره انه لازم يفضل رئيس للجنه الانديه، ولكن المفروض ان التصور العام ان المنصب دوت اعتباري. لا بس يعني ده تم حسمه خلاص في اللجنه اللي فاتت، وقال لك لازم يكون عضو مجلس اداره داخل بالظبط. يعني هو اعتباري اللي هو بيمثل النادي بتاعه طبعا. يعني النادي الاهلي لو سين هو رئيسه فيبقى هو رئيس لجنه الانديه بالتبعيه او صاد او كده. ده كان نقطه خلافيه، وكان هم قدروا ان هم يعني ايه يعني يجهدوا المخطط بتاع الكابتن حسن حمدي، لان كان في مخطط من فتره لسحب البساط من مجلس اداره اتحاد الكره من خلال لجنه الانديه ومن خلال الانديه المحترفين ودوري المحترفين، وان لجنه الانديه هي اللي تديره ويبقى اتحاد الكره شرفي، على اساس ان بعد كده يتم خصخصه الانديه. وهم نجحوا ان هم يحطوا ماده في الدستور تدي لهم يعني ايه ما يبقاش في تعارض مع القانون لو تم عمل قانون لخصخصه الانديه وعمل شركات مساهمه للانديه، بحيث ان هم مجموعه معينه تقدر ان هي تفرض نفوذها على كره القدم تحديدا وسبوبه الاعلانات والحدوته الملايين اللي ورا الموضوع ده كله.
انا شايف ان هو الاختلاف اللي موجود في لجنه الانديه اختلاف صحي، هي دي الديمقراطيه في النهايه، ولكن النادي الاهلي ماسك دراعهم شويه بحكايه ان انا الاكثر جماهيريه، انا كده هسحب وهاخد الماتشات بتاعتي اسوقها بنفسي. فمتهيألي ان هنا دي اللي عامله بس نقطه توازن بالنسبه له وبالنسبه لبقيه الانديه اللي قدامه. طيب كريس بوكيكو بيسلم علينا جميعا، بيقول كل سنه وانتم طيبين عشان راس السنه الهجريه، كل سنه وانت طيب. واحد اسمه خليك في حالك بيقول ان مباراه مصر غانا لو الاستاد هيكون مليان على اخره ومنتخب مصر هيكسب وهيصعد للمونديال. وبيسال بيقول عاوز اعرف هل فعلا الكابتن محمد فاروق مرشح لتدريب الاسماعيلي؟ لا ما حصلش كلام. انت حضرتك لاعب سابق في الزمالك لكن مش تبع الاسماعيلي خالص. طب بما انك كنت في نادي الزمالك بالتاكيد بتتابع نادي الزمالك وشايف اداؤه في كاس مصر. طبعا. رايك؟ والله يعني بص، هي البطوله يعني مش عايزين نعمل احباط، هي بطوله مهمه وباسم كاس مصر، لكن اي كوره من غير مشجع من غير جمهور بتفقد حلاوتها وبتفقد طعمها. بطوله مهمه وهتتكتب في سجل نادي الزمالك ان شاء الله، بس اتمنى ان هو يحصل عليها بما ان ابن من ابناء نادي الزمالك، لكن اعتقد ان البطوله ملهاش الحلاوه بتاعتها بتاعت كاس مصر يعني. تمام. لا انا خلاص. على العموم كابتن محمد فاروق شرفتنا ونورتنا، وبالتوفيق ان شاء الله في نادي الرياض لفريق الشباب لنادي الرياض السعودي ان شاء الله، وترجع بالسلامه. نورتنا وشرفتنا كابتن محمد، ناقدنا الرياضي الجميل الاستاذ محمد شرقاوي رئيس القسم الرياضي لجريده المصري اليوم، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك كابتن نسيم. شرفتونا وبشكركم على حضوركم. قبل ما اشكر الساده المشاهدين بس عايزه اقول لكم ما تزعلوش مني ان انا ممكن ابقى يعني متشائمه شويه او مش متفائله في المباراه، لكن انا زعلانه على شكل منتخب مصر اللي انا شفته، اللي انا سافرت معاه على مدى البطولتين 2006 يعني كنت معاه هنا 2006 وفي 2008 و2010 موجوده بره، كنت شايفه رجاله مش لعيبه يعني جنود راحت تحارب، وكنت شايفه رجاله بجد في الملعب حتى لو دخل فيهم جول. لكن اللي انا كنت شايفاه ده بصراحه صدمني بشكل كبير جدا، مش الرقم كمان اكتر يعني اكتر من الرقم، الاداء والشكل اللي انا شفته والركب اللي بتخبط في بعضها ده ما شفتوش قبل كده في منتخب مصر. فيمكن انا اكون متشائمه شويه، بس ان شاء الله يعني يا رب المتفائلين يبقوا النتيجه كويسه. تفائلي ان شاء الله، وان شاء الله منتخبنا الوطني يرد اعتباره بغض النظر عن وصوله كاس العالم او لا. نتمنى يا رب التوفيق لمصر كلها في الثلاث احداث المهمه، لقاء نهائي كاس مصر، لقاء نهائي لدوري ابطال افريقيا، لقاء العوده ان شاء الله منتخبنا الوطني. بشكرك يا سماح، وبشكر كل الساده المشاهدين، ونلقاهم ان شاء الله على خير في حلقه جديده من بيت الرياضه.